السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاكل أغلب الناس بتواجهها على تطبيق مايوي الجديد بعد التحديث الجديد. في ناس ما بتعرفش تدخل على الحساب، ولكن أفضل حاجة لما تيجي تفتح تطبيق مايوي القديم وبيطلب منك تحديث ما تضغطش على تحديث. انت كل اللي عليك اللي انت تعمل الغاء تثبيت البرنامج خالص. بعد كده بتدخل على المتجر وبتكتب مايوي وبتنزل التطبيق الجديد مباشرة، لان انت لو عملت تحديث مش هينزل وهيعمل معاك مشاكل ومش هتعرف تعمل الحساب الجديد عليه. ندخل على الشرح مباشرة ونشوف الموضوع. فهنختار التطبيق من هنا، ولا يكن ده حتى لو هو ده التطبيق القديم او الجديد. هنعمل الغاء التثبيت. بعد كده هتدخل على متجر بلاي وتكتب ماي وي، وتنزل التطبيق الجديد. هتضغط على طول على تسجيل الدخول لو كان ليك حساب قبل كده. لو عارف كلمة السر عادي يبقى كده انت هتدخل مباشرة. لو انت مش عارفها هتعمل تسجيل دخول زي كده. هتكتب رقم التليفون الارضي، وطبعا جنبيه رقم الكود المحافظة بتاعك، وهتختار الانترنت المنزلي. هتكتب اي حاجة في كلمة السر، بعد كده تقول تسجيل الدخول. هيقول لك رقم الخدمة غلط او كلمة السر، هتقول له نسيت كلمة السر. هتكتب من جديد رقم التليفون بتاعك، وتختار الانترنت المنزلي برضو، وهتعمل متابعة، وهتعمل كلمة مرور جديدة. طبعا الكلمة لازم يكون حروف كبيرة وحروف صغيرة وارقام، وبتضغط متابعة. هتجيلك رسالة على التليفون بتاعك اللي هو الموبايل يعني. لو انت الخط بتاعك موجود على التليفون دلوقتي بتجيلك رسالة زي كده، وبتعمل سماح وبتضغط على تم. كده التطبيق بيفتح معاك بالشكل الجديد بتاعه. يعتبر هو نفس التطبيق الاولاني برضه، لكن عشان خاطر التحديثات والكلام انا عرضت الحل ده عشان خاطر الناس اللي هي مش قادرة تعمل تسجيل حساب على التطبيق الجديد. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.